خلينا نتكلم عن الشخصيه اللي بيجسدها محمد امام. الشخصيه دي لو شخصيه طبيعيه ودكتور محترم وتصرف بمنتهى الطبيعيه ولقى نفسه وسط افراد عصابه، طبيعي ان هو هيحس بالخوف والذعر. فما كانش ليها لازمه ردود الفعل الساذجه المبالغ فيها، ما كانش في محله قوي. المشكله ان في بعض المشاهد فيها استظراف زياده عن اللزوم، وطبعا كان في مشاهد كوميديه الى اقصى درجه. ده غير ان عدم استغلال بعض الممثلين زي محمد لطفي وعلاء مرسي في الكوميديا الخاصه بيهم، مشاهدهم تقريبا قليله وغير مضحكه، ما كانش ليهم قوه في الفيلم قوي. في حين ان اللي عجبني في الفيلم النهايه اللي هي بتفتح لجزء تاني، وجود ضيف شرف مفاجاه اللي خلاني افكر ان هو كان ممكن ينفع بديل لمحمد امام في الفيلم اصلا، لان محمد امام الشكل بتاعه هو شكل اكشن كوميدي، لكن الشكل الكوميدي البحت بس ده ما كانش لايق عليه. كانت تجربه مش سيئه جدا، ولكنها ما كانتش احسن من التجارب